السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوان وبالأخوات. اليوم يا محترمين عندنا موضوع يتعلق بواحد الدعاية يروج لها المغرب ويضخمها في الإعلام ويكذب على العياشة. كعادة يا الإخوان، نحاول إن شاء الله من هذا المنبر كما عودناكم أننا نقول الحقيقة. الإخوان يعلم الله أننا ما نديروا بروباغندا، هما باغيين يديروا انتصارات وهميه، وكل مره هذه الانتصارات تنقلب عليهم، لان ما بني على باطل يبقى باطل. اليوم يا الاخوان خرج علينا الاعلام المغربي والزلايجيه والعياشه، قال لك باللي حنا رانا درنا اتفاق رسمي مع الاتحاد الاوروبي، وهذا الاتفاق فيه ما يسمى المنتجات اللي جايه من الصحراء الغربيه. الانسان اللي يسمع هذا الكلام يكون عنده واحد الانطباع غريب، يقول لك كيفاه المحكمة الأوروبية في 2024 في حكم نهائي قالت بأن المنتجات اللي جاية من الصحراء الغربية اللي هي ماشي مغربية، قالتها بصريح العبارة، اللي هي منطقة ما زالت في قائمة الدول المستعمرة. اليوم نسمعوا بعد سنة، انتبهوا مليح، لأن المحكمة هذه يا محترمين أعطتهم مهلة تاع سنة. لماذا بالذات هذه الايام؟ لو 3 لو 4 اي لو 5. المهله راح تنتهي يا محترمين في 4 اكتوبر. قالت لهم المحكمه الاوروبيه انا ما راح نطبقوا مباشره بروسكومون، يعني بطريقه يعني باثر في هذيك اللحظه في 2024. نعطيكم مهله يبقاو يجيو هذه الامور باش ما يوقعش اضطراب في الاسواق الاوروبيه الى اخره. اعطوهم هذه المهله. قبل ما توصل هذه المهله سارع كل من النظام المغربي والمفوضيه. راح نفتح قوس للمحترمين، انا ما راح نعلمكم. الاتحاد الاوروبي هي مجموعه من المؤسسات اللي تنطوي تحتها او تنضوي تحتها الدول تاع الاتحاد الاوروبي. المؤسسات هذه فيها المحكمه، فيها المفوضيه، فيها البرلمان، وفيها مثلا الاستاتيستيك وهذه الاشياء هذه، وفيها حتى البنك. اذا لما تكتب مقال وتقول الاتحاد الاوروبي، شوفوا الاخوان العناوين هذو كيفاه يتلاعبوا فيها باش يبيعوا الاوهام للعياشه والزليجيه. المغرب والاتحاد الاوروبي يرسخان التعاون الفلاحي بتعديل رسمي للاتفاق. شوف، يرسخان ورسمي، انتقاء العبارات هذه باش يبيعوا الوهم. والانسان لما يقرا هذا باش نعاود باش ما نكرهش الناس، يقرا هذا المقال يقول لك كيفاه ما يحترموش هما المحكمه الاوروبيه، كيفاه الاتحاد الاوروبي يتراجع. القصه الاخوان لا، ما تفهموهاش كالتالي. هي القصه كيفاه راح يزيدوا يمروا، لانهم عارفين لو ما يوصلوش الى اتفاق مهما كانت الصيغه ديالو، تخربيق ولا سميه ما شئت، ولا كذوب ولا بريكولاج الى اخره، لازم يحترموا المهله هذه باش يمروا من لو كات هذا اللي هو لو ديدلاين، النهايه تاع هذا الاتفاق لازم يمروا عليه بسلام. مشى الاتحاد والمفوضيه هذه اللي هي مؤسسه اللي لازم تحترم، هي المحكمه اللي راح يقول الكلمه الاخيره في هذا الاتفاق، هي المحكمه. كيفاه تكتب انت مقال وتقول يرسخان وهذا الكلام واتفاق رسمي؟ اين هي المحكمه الاوروبيه والقرار ديالها الصادر في 2024؟ شتا موالف تكتب هذه المقالات؟ علاه خارجين الزلايجيه والعياش هذوك اللي يكتبوا تعاليق؟ لانها مع القصه مفضوحه وراح تفضحوا، ونعاودوا نديروا لكم فيديو اخر، نديروا لكم فيديو اخر باش تتذكروا الكلام ديالي، باش تتذكروا من يقول الحق وشكون اللي يكذب، شكون اللي حافظ على المصداقيه تاع كلامه، شكون اللي يكذب.
إذن هنا الإخوان المقالات هذه تاع هيسبراس دار 3 ولا 4 مقالات، خرجت الصحيفة نفس الشيء، البوليزاريو غاضبة من تجاه الاتحاد الأوروبي لها في مفاوضات الاتفاق التجاري الجديد مع المغرب. هي ما كان والو، هي بريكولاج باش يمروا القصة، راني نقولها لكم للمرة الألف. إذا بعد ما قلنا هذا البريكولاج واش قالوا؟ قال لهم المغرب هذوك اللي تقولوا لازم نذكروا في المواد مصدر هذا المواد، لوريجين. قال لك واش راح نديروا فيها؟ الاتحاد الاوروبي لا قال له دير فيها الصحراء الغربيه، قال لهم لا، قالوا انا ديروا لي الصحراء الغربيه، انا خذيت فيها صفعه من المحكمه، تزيدوا يعني ديروا لي مشاكل، وانا باغي شويه انتصار صغير هكا نتباهى به في هذا الوقت هذه، لانهم عارفين مازال المسار القانوني. انت درت هذا المسوده، غدوه بوليزاريو وكثير من ما يسمى الاصدقاء ديالو وكثير من المؤسسات كما يقولوا احنا الدوليه والحقوقيه اللي توقف معاه، بما فيها المرصد الدولي لثروات الصحراء، هذا وقف بالمرصاد، والمحامي تاع البوليزاريو. وانا لا اظن اليوم واحد مثل بوليزاريو عنده حكم يلغي هذه الاتفاقيات وما يعطيهاش الصبغه القانونيه، يجي المغرب بعد سنه يقول لهم لا انا راني درت اتفاق والبوليزاريو خارج على اللعبه. يعني هذا كلام شكون اللي يصدقوه؟ بغيتوا تصدقوها المغاربه كلوا وشربوا ماء، انتم تحبوا تسمعوا الكذب، انتم لان مع احتراماتي للناس الواعيين تربيتوا على الحلقه والحليقيه، دور عليها سواره الربح وتقبلها، ما كان منها هذا الكلام اصلا. اذا واش راح يصرى؟ البوليزاريو راح يدير طعن، وبعدها الاتفاقيه تسقط، ومن بعدها راح نشوفوا واش راح يخرج المخزن. راح يخرج اللعبه التقليديه، والجزائر تحركت والانفصاليين وحنا راهم ضدنا وحنا راهم عندنا حلول اخرى ماشي غير الاتحاد الاوروبي نقدروا نبيعوا للعالم والامور هذه. لكن هذه كلها الاخوان عرفناها. اذا حتى لا اطيل عليكم ووضحت لكم ان ما انزل الله من سلطان من هذه الادعاءات، راه ما كان لا اتفاق رسمي ولا اي شيء، داروا بريكولاج باش يمروا هذا المرحله. اذا حتى لا اطيل عليكم راح نقدم لكم كالعاده، ان الكلام ديالي ربما ماشي شيق، كلام شويه يتعب الناس. اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي بغينا حاجه كول، بغينا حاجه تعود شهيه سهله الاستهلاك، ما تكونش فيها تكرار الكلام الى اخره. اذا درت لكم حوار كالعاده بين مغربيه ومغربي على ماذا وقع وباللهجه المغربيه باش يسمعوا العياشه والزليجيه. اذا في امان الله، ونخليكم مع هذا الحوار. مساء النور أعزائي المشاهدين. معنا اليوم خبير في العلاقات المغربية الأوروبية اللي غادي يشرح لنا هذا الانتصار العظيم اللي كيدوي عليه المخزن في التلفازة. أسيدي الخبير، شنو كاين؟ واش بصح المغرب ربح القضية مع الاتحاد الأوروبي؟ واه ياك غير كتشوفي في التلفازة المخزن طالع كيقول صافي الاتحاد الأوروبي اعترف، الاتفاق النهائي دار، المواد دخلات بلا مشكل. ولكن اش كاين في الواقع؟ بحال داك الطالب اللي عطاتو الاستاذ عام واحد باش يسال البحث، وهو كيمشي يطبع غير الغلاف ويصور سيلفي. هو البحث واجد وفي الحقيقه الوراق باقا خاويه. اش تقصد؟ شوفي، المحكمه الاوروبيه في 2024 قالت لهم بالحرف عندكم عام واحد حتى ل 4 اكتوبر 2025 باش تجيبوا حل قانوني مع الصحراويين، والا غادي نسدوا عليكم السوق. ايوا المخزن شنو دار؟ جدرها بحال الفعه، وفي 5 ايام دار واحد المسوده وقال صافي ها هو الاتفاق النهائي. يعني الأوروبيين داروها اعتراف رسمي؟ الا بغيتي الحقيقه لا، الاوروبيين ما داروهاش حبا في المغرب، داروها غير باش ما يتقطعش الطماطم في الكارفور والسمك ما يغلاش عليهم في المارشي المركزي، يعني ترقيع، بخلي اللي كتلصق سكوت مع طوموبيل طايحه ليها الباب. وزيدك نكته اخرى، المخزن قال الاوروبيين هذه المواد جايه من المغرب بلا ما ديروا الاوريجين ديال الصحراء الغربيه، وهو عارف مزيان ان القانون كيقول الا ما درتوش الاوريجين واضح ما كاينش مرور. يعني بحال اللي كيبيع طماطم ويكتب عليها منتوج القمر الصناعي باش ما يبانش الاصل الحقيقي.
ولكن أنا كنسمع في الإعلام الرسمي الاتحاد الأوروبي وقف معانا، دخلات المواد الفلاحية، دخلات. هذه هي الكوميديا. المخزن كيصور دخول المواد بحال شي مسلسل مكسيكي. دخول المواد الموسم الأول، دخول المواد الموسم الثاني، وكل حلقة كتسالي بجملة يتبع. والشعب مسكين جالس كيتفرج كيتسنى النهاية السعيدة، وهو ما عارفش أن القصة كلها ورطة قانونية وسباق ضد الساعة. إيوا والعياشة وزليجية، العياشة وزليجية مساكين كيسمعوا كلمة اتفاق كيديروا بحال اللي ربحنا كاس العالم، كيصفقوا كيطبلوا كيطلعوا التعارج، وهو ما كاين لا اعتراف لا والو، غير الكذوب والمسرحية. وزيد الطعن، راه البوليساريو ما غاديش يسكتوا، أصحاب المنظمات الحقوقية حتى هما غادي يدخلوا. بالضبط، البوليساريو معاها منظمات حقوقية واجدين باش يرفعوا الطعن، وغادي يقولوا المحكمة شوفوا هذا الاتفاق ما فيه حتى موافقة ديال الشعب الصحراوي، وبحكم السوابق من الشبه المؤكد غادي يسقط بحال اللي قبله. وزيد هنا واحد الحقيقة، الأوروبيين والمخزن عارفين أن المهلة ديال 4 أكتوبر قريبة بزاف وما عندهمش الوقت. إيوا داروا تخريجة ترقيعية باش يستمر تدفق السلع مؤقتا، حيث كيعرفوا أن المسار القانوني غادي يكون طويل وغادي يكون فيه طعن، وفي الآخر الاتفاقيات غادي تتوقف. يعني كما كيقولوا بالفرنسية حل ترقيعي مومونطاني. إيوا داك الساعة المخزن شنو غادي يقول العياشة؟ ها هي الأسطوانة المعتادة. الجزائر هي اللي حركت الملف، البوليساريو مدعوم من الخارج، الانفصاليين خانوا الوطن، وزيدك المؤامرة الدولية علينا. وهكا تستمر خزعبلات المخزن، يسقطوه في المحكمة، وهو يطلع للشعب بحال لي بلاتشو يقول هذه مؤامرة، والعياشة وزليجية يصفقوا بحال اللي رجعنا سبتهم من الليلة. يعني النتيجة المخزن كيبيع الوهم بالكيلو، كيوزعوا بالغيطة في التلفازة، والعياشة وزليجية كيشريوها بالتصفيق وزغاريد. بالضبط. أما الحقيقة راها عند المحكمة الأوروبية، والمهلة مازال دايرة تيك تاك تيك تاك حتى يجي الحكم النهائي اللي غادي يفضح المسرحية كلها. إيوا شكرا سي الخبير، عطيتينا الحلقة الحقيقية من مسلسل دخول المواد بلا زواق ولا بروباغندا.